السلام عليكم لي ماما، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار غادي نهضروا على الريجيم تاع سكر الحمل اللي انا تبعته، بيان سور بنظام غذائي صحي من عند الطبيبه، اللي انا ما نقدرش نقول لكم انني راني تبعته 100%، ولكن الحمد لله ما ضربش الانسولين، هذه هي اهم حاجه. بالنسبه للسكر ديال الحماله، فاش عرفتو فيا الطبيب نتاعي الجينيكولوج ديال طبيب النساء صيفطني عند الطبيبه نتاع السكر ديال الديابيت، اللي هي عبرات لي الديابيت ديالي وشافت لي التحليلات ديالي واكتشفت ان عندي سكري الحمل، وطلبت مني انني غادي نلتزم بواحد الريجيم. ما نكذبش عليكم، هذاك الريجيم اللي عطاتوني جاني صعيب في الاول، بقى كيبان لي ان ما عندي ما ناكل، ما كاين ما يتوكل، ما قادره ناكل حتى شي حاجه، كلشي ممنوع عليا، جاني داكشي صعيب. فاش كنمشي نشوف لي برودوي نتاع الريجيم او لي برودوي نتاع صحاب السكر، ضروري كتلقاهم دوك لي برودوي ديال زيرو سكر وداكشي ديال الريجيم كتلقاوه زايد الثمن. بقى كيبان لي داكشي اللي عندي في الثلاجه ما صالحش يتكال، يعني داك الاول جاني صعيب بزاف، ما لقيت حتى شي حد اللي قريب لي اللي يقدر يقول لي خصك ديري هادي وما ديريش هادي، او لا الا درتي هادي ها الحل اللي ديري معاها. فلهذا انا في هذا الفيديو هذا جيت نشارك معكم شنو كناكل وشنو ما كناكلش. انا كيفكم كاملين، انا شي مرات طلع لي السكر وشي مرات طاح لي السكر، ضروري كنديروا اغلاط، ولكن الحمد لله ملي كنصيفط النتائج ديالي للطبيبه كتقول لي راكي غاديه مزيان، كملي في هذا الريجيم اللي راكي دايراه باش نتفاداو الانسولين. بالنسبه للريجيم اللي عطاتني الطبيبه، انا غادي نخلي لكم لافيش الورقه اللي عطاتني ديال الريجيم. عطاتني انني مثلا في الصباح نوض نفطر ناكل بيضه مع شويه مثلا زيت بلديه او مع شويه الفرماج، مع طريف ديال الخبز نتاع 50 غرام، الا كان بان كومبلي يعني خبز دقيق القمح الكامل كان احسن. وما بين الفطور وما بين الغداء ندير اون كولاسيون، يعني غناكل واحد الوجبه خفيفه اللي هي مثلا غناكل 5 الحبات ديال اللوز مع دانون السوس. ومن موراها في الوقيته ديال الغداء غادي ندير اون سالاد، ضروري لا سالاد حيت هي اللي كتاكيليبري السكر ما يطلعش دغيا في الدم. ندير اون سالاد فيها الخس، مطيشه، الخيار، وإلا دكيت الخبز 50 غرام ديال الخبز. ما ناكلش الروز، ما ناكلش معاهم بطاطا حيت هادو فيهم النشويات، ما ناكلش معاهم القطاني، او لا الا ما كليتش الخبز ناكل مثلا الروز، وإلا ما كليتش الروز مثلا ندير بطاطا، ما كليتش بطاطا ندير مثلا لي بات. المهم خص يكون عندنا النشويات، وندير معاه لي ليغوم، خضره مسلوقه ولا خضره صوطي ولا خضره في الفران، المهم ما خصش يكونوا المقليات. وندير معاهم طريف ديال اللحم، يا اما دجاج يا اما يا اما ستيك نتاع اللحم، يا اما ندير معاهم الحوت. وبالنسبه للفواكه عطاتني الحق ناكل فاكهه وحده في النهار، مثلا ناكل يا اما خوخه يا اما 12 حبه حب الملوك، يا اما مثلا 3 حبات ديال الكرموس، يا اما مثلا ناكل شهديه وحده او لا تفاحه وحده او لا برتقاله وحده. وإلا كنت غناكل مثلا الدلاح او البطيخ، خصوصا دابا حنا في الوقيته ديال الصيف، خصني ما نفوتش 200 غرام نعبرها في الميزان. من موراها نفس الشيء ما بين الغداء والعشاء، ما ناكل حتى شي حاجه من غير انني ناكل دانون مسوس، وناكل يا اما مع حبيبات ديال الجوز او اللوز. وبالنسبه للوجبه ديال العشاء نفس الشيء، غادي ندير اون سالاد وغادي ناكل معاها يا اما مثلا لي بات 50 غرام، يا اما مثلا حتى الا شي حد بغى يدير القطاني مثلا خصك دير 6 ديال المعالق ديال العدس او 6 المعالق ديال اللوبيا ما طايبينش، عاد طيبهم. وبالنسبه لي بات هما 40 غرام 50 غرام ما تفوتوهاش، عاد طيبوها، هادو كيكونوا ما طايبينش كتعبروهم، هما ما طايبينش عاد كديروهم. وبالنسبه للعيالات اللي ما عندهم حتى شي مشكله في الصحه ديالهم وما عندهمش مشكله انهم يتمشاو، قالت لي الطبيبه انا ما كرهتكش تمشي لي نص ساعه في النهار. واكيد بالنسبه لطريقه التتبع، فاش كتمشي مع الطبيبه نتاع الديابيت كتعطيك انك خصك تشري واحد لاباري اللي كتعبري بها السكر، كيكونوا فيها واحد لي بوند، وكتعبري السكر من قبل الفطور فاش يلا كتفيقي من النعاس، ومن بعد الفطور بساعتين، وكاين اللي كيعطيوهم يعبروا من بعد ساعه. انا في الحاله ديالي كانت من بعد ساعتين. ومن موراها كتقول لك عاوتاني قبل الغداء عبري لي شحال السكر، وعاوتاني كتعبريه من بعد الغداء من بعد ساعتين، وعاوتاني كتعبري السكر قبل العشاء وكتعبريه بعد العشاء. بالنسبه للسكر قبل ما تاكلي ما خصوش يكون فايت 90، يعني خصو يكون مثلا 80 85 75. انا صراحه فاش السكر كيطيح لي لديك 73 72 صافي كتجيني الدوخه، وداك النهار كيدوز لي خايب، كتبقى فيا الفشله، كنبقى باغا غير نعس، ما قاداش نهضر، ما قاده ندير حتى شي حاجه، حيت السكر عاوتاني يطيح على 70 ما مزيانش. وانا فاش كنقرب ل 70 صافي كنحس براسي ماشي هي هذيك، حيت راه الانسان فاش يكون حامل ما تيكونش غير بوحدو، كما تيقول لك راه تيكون فيه جوج ديال النفوس.
وعاوتاني فاش من بعد ساعتين ديال الماكله خص السكر ما يفوتلكش 120، يعني ما خصوش يكون اكثر من 120، خصو يكون ديك 100 110 115 90. ولا من بعد ساعه خصو يكون ما فايتش 140 الا عبرنا السكر من بعد ساعه د الماكله. وفاش كنقول لك نعبر السكر من بعد ساعتين، يعني اول لقمه كنديرها في فمي، مثلا اول لقمه درتها باش نتغدى في فمي مع 2 العشيه، خاصني نعبر السكر مع 4 العشيه بيل، يعني ماشي حتى نسالي الماكله عاد نبدا نحسب ساعتين، لا، من اول لقمه كليتها من تما كنحسب ساعتين، يعني مع 4 بيل ديال العشيه خصني نمشي نعاود عشان نعبر السكر. في الاول فاش مشيت عند الطبيبه ديال السكر وخرجت لي هذا الريجيم هذا، صراحه التزمت به كما هو، عطاتوني بالحرف. ما بين الوجبات ما كنتش كناكل حتى شي حاجه، كنت كناخذ يا اما دانون مسوس مع اللوز اولا الكوز، وكنت كناخذ مثلا دانون مسوس مع نص فاكهه، يا اما نص لتشينا اولا تفاحه اولا شي خوخه، حيت فاش كتاخذوا دانون مسوس مع شي فاكهه كيكيليبري السكر في الدم، دونك ما كيطلعش السكر دغيا، ما كتكونش واحد البيك ديال الجليسيمي في الدم. ولكن كما نتوما عارفين المراه حامله كتشهى وتيجيها الجوع بزاف، وداكشي اللي عطاتوني الطبيبه انا بالنسبه ليا كان ما كافيش، وخفت نمشي زعما البيبي ضعف لي في كرشي، حيت اصلا انا على باز ما كنتش كناكل بزاف، وداكشي اللي كنت كناكلو ديال الريجيم ما كانش كيشبعني. باش ما نقولكمش اني ما التزمش بالريجيم ونقول لكم لا خذوا راحتكم كلوا اللي بغيتو، لا، ولكن في الصباح مثلا كنت بقيت في نفس لو ريتم، حيت الفطور ديالي ما تبدلش، كناخذ يا اما بان توست يا اما بان كومبلي مع البيض مع الفرماج مع شويه ديال الزيت بلديه، الفطور ديالي ما تبدلش. ما بين الوجبات وليت مثلا نقدر ناكل بتي بانه وحده وناكل معها مثلا شي حبات ديال الكوز ولا اللوز، حيت ديما فاش كتاخذوا دانون الصوص مع شي وجبه اولا الكوز اولا اللوز، الفواكه الجافه هادو كيكيليبريو السكر في الدم، يعني ماشي الانسان مثلا يمشي ياخذ شي كاطو كبير ولا ياخذ راحته ولا يبقى ياكل لي بونبون ويقول لك انا راه ناكل معاهم الكوز واللوز هيتقاد لي السكر، لا. اولا مثلا وليت كناخذ ان فخوي حيت كان موراها كنتحرك، يعني ما كيطلعليش السكر. في الاول وليت كندير الماكله غير المشويه غير خضيره، المهم ديك الماكله بحال ديال السبيطارات ولكن في التالي صافي وليت كنطيب ماكله عاديه، اكيد نقصت القلي، نقصت الزيت، نقصت مناضه، نقصت عصير حلو، هادشي كامل بعدت عليه ما بقيتش كندور به، ولكن كنطيب مثلا مرقه عاديه، كنطيب زعلوك تكتوكه، داك الماكله ديالنا اللي كناكلوها البلديه ديالنا كنطيبها كما هي، ما كنقلل شويه الزيت كنقلل شويه العطريه، ولكن الماكله كما هي. وقطعت كما قلت لكم مثلا في الغداء عشان ما ناكلش نحط بزاف ديال انواع الدسر وناكلهم كاملين، كناكل دسر واحد، ونقصت الكميه ديال الخبز، يعني الخبز ما نكثرش منه حيت فيه النشويات، وتبازيت اكثر على انني ناكل اللحم ولا انني ناكل الخضر. وفي العشيه فاش كيجيني الجوع مثلا يا اما كناخذ زريعه يا اما كناخذ اكاجو اولا كناخذ النوا. تشهيت شي مره مثلا شي كاطو كاع باتيسري كنمشي كناخذ داك لي كاطو صواغي، كناخذ واحد ومن موراها كنتحرك، ما كيطلعليش السكر بزاف، حيت انا اكتشفت ان السكريات المركبه اللي كتمشي كتاكليهم على برا الا تحركتي من موراهم كيتحرقوا دغيا، ولكن الا كليتي مثلا سفنج باني مسمن حرشه هادو كاع اللي فيهم الزيت والطحين وداك الشيء، داك المقليات ما كيتهضموش، تحركي تمشى ينقز يطلع الجبال هبط الجبال ما كيتهضموش، ولكن السكريات المركبه كيتهضموا دغيا. انا صراحه مره فاش كنتشهى، ولكن مره في 15 يوم مره في 20 يوم ما كنحرمش نفسي، كناخذ اولا كناخذ اون كلاص وكنتمشى، ولكن كلاص انا كنمشي عند واحد اللي كيصوب كلاص طبيعي كناخذو، ما كنمشيش ناخذ كلاص ديال الثلاجه اللي كيتباع نتاع داك تيطون سوليرو، هذوك ما كناخذهمش ما كندورش بهم، وكنتمشى كنتحرك. ونفس الشيء في العشاء كنتعشى مزيان، يا اما كناكل لي باط يا اما كناكل سباغيتي، او المهم كنحاول انني نشري لي باط كومبلي، ولكن الا ما توفروش ماشي مشكله كناكل لي باط عاديين، كندير بيتزا كندير دي غاطا، ولكن كناكل دي كونتيتي ما كنديباسيش لي ليميت، وكنخرج كنتمشى من مور العشاء واحد 15 مينوت 20 مينوت. واكيد كاين بيمويات زيرو سكر، كاينين كيتباعوا في مرجان كيتباعوا في الحوانت كيتباعوا في بيسريات كيتباعوا في الهريات، مشيت شريتهم حتى هما كناكلهم، وهادشي كامل اللي تنقول لكم مثبت، علاش حيت اشاك فوا كنجرب شي حاجه كنعبر من موراها، واخا كنضيع بزاف ديال لي بوند ديال السكر، ولكن كنبقى نجرب الماكلات اللي ما يطلعوليش السكر باش نعاود ناكلهم وانا دماغي مرتاح. وداكشي اللي كاين، هادشي اللي كنقول لكم كامل كليتو، ومن بعد ساعتين كنعاود نجرب كنعبر السكر كنلقى السكر عندي مضبوط صافي. اكيد هادشي ما قلتوش للطبيبه ديالي، حيت الا قلتو لها هي غيكون عندها واحد التخوف،
ولكن راه كاين العلم، كاين الابحاث. انا قلبت سوغ انترنت، قلبت سوغ يوتيوب، هضرت مثلا مع اختي ديجا كانت حامله واخا ما كانش فيها سكري الحمل، داك الريجيم اللي عطاتني انا جاني غير كافي. واللي زاد خلاني فكرت انني نقلب ونبحث على راسي ونبقى نعبر السكر ونشوف شنو هي الحاجه اللي تضرني وشنو هي الحاجه اللي ما تضرنيش، هو ان فاش مشيت عندها اول مره، الناس اللي خرجوا من عندها خرجت من عندها واحد المراه كبيره في العمر. يعني هذيك المراه عندها السكر عادي، يعني مريضه بالسكر الله يشافيها، ولكن عطاتها نفس الورقه ديال الريجيم اللي عطاتني حتى انا. يعني نفس عندها ورقه واحده مامبريميها ديال الريجيم الغذائي اللي خص الانسان اللي عنده السكر يتبعو. اي واحد كيدخل عندها عنده السكري كتعطي ديك الورقه وكتقول له تبع هذا الريجيم. الوغ كل ما يمكنش، كل واحد والوزن ديالو، كل واحد والعمر ديالو، كل واحد والجهد ديالو، كل واحد شنو يقدر ياكل وشنو ما يقدرش ياكل. انا انسانه حامله، يعني الطلب ديال الجسم ديالي اكثر من الطلب ديال واحد الانسانه كبيره في العمر، والطلب ديال الجسم ديالي ماشي هو الطلب ديال الدري صغير. يعني جاني ان القضيه ما مضبوطاش. هذا هو اللي خلاني انني نجتهد. ما يمكنش ما نتبعش مع الطبيبه ديالي اكيد، ولكن اللي كيهم هو النتائج. يعني انا الحمد لله كندير شي حويجات، ولكن النتائج ديالهم ناجحين مزيانين. فاش كنصيفط للطبيبه، حيت الطبيبه دايره معايا ان سويفي، ديما كنعبر السكر وكنصيفط لها في الواتساب، كنصيفط لها لي ريزولطا كيعجبوها. ما نكذبش، شي مرات مثلا تقدر ماما تعطيني مسمن او تعطيني شي بانيه ولا شي حاجه مصايبه كناكلها. ما نكذبش، فاش كناكلها ماشي ما وقعت لي شي جوج ديال المرات وصافي حبست، كنلقى السكر طالي بزاف وما كيبغيش يهبط. فلهذا انا قلت لكم هذاك البغرير، داك الحرشه، داك الشيء كامل بعدو منه. الفخيت المقلي، الدجاج المزيت، المهم داك الشيء كامل، لي فخيتور ديال الحوت، لي فخيتور اون جينيرال، لي نوغيت المقليين، اي حاجه كتشرب الزيت فاش كتقليها تفاداوها، حيت هذيك كتطلع لكم السكر ما كيهبطش نهائيا. شفتوا تمشيو تاكلوا حلوه السكر ما يطلع لكمش، ولا تمشيو تاكلوا شوكولا السكر ما يطلع لكمش، وكلوا كلاص السكر ما يطلع لكمش، على انكم تمشيو تاكلوا داك الشيء المقلي وصافي. والنصيحه اللي نعطيكم في الاخر هي انكم تمشاو. اللي ما عندهاش مشكل في الحماله، ما عندهاش البيبي هابط، ما عندهاش ما فيهاش الحريق، ما عندها حتى شي كومبليكاسيون، نصحها انها تمشى، حيت المشي كيهبط السكر بواحد الطريقه ما تقدروش تخيلوها. سواء تمشى سواء نوضوا ديروا شي شغل في الدار، المهم تحركوا. كونوا اكيدين ان السكر كيتحرق دغيا. الا كليتوا شي حاجه وحسيتوا براسكم ان السكر غيطلع لكم، تحركوا وحاولوا انكم ما ديباسيوش ساعتين، ماكسيموم 3 سوايع تاكلوا، حيت الا ما كليتوش السكر كيطيح. ولا طاح السكر الانسان كيولي ما قادرش يتحرك، ما قادرش يهضر، ما قادرش يدور، باغي غير ينعس، باغي غير يتصنت لعظامو. اللهم السكر ما خصوش يطيح. وعاوتاني السكر فاش كيطلع بزاف كيبقى يجيك العطش، كتبقى تجيك الدوخه، كتولي مسخسخه، عاوتاني نفس الشيء. ولكن السكر اون فوا كيهبط، فاش السكر كيطلع لك وكيهبط كتولي عاديه. ولكن السكر الا طاح لك واخا كيطلع الانسان ما صافي داك النهار كيضيع لك، داك النهار كتولي غير بحال مريضه. الله يشافي الجميع. نتمنى نكون فدتكم، نتمنى تكون التجربه ديالي عجباتكم. خليو لي كومونتير، قولوا لي التجارب ديالكم. الا بغيتوا شي حاجه، شي سؤال على العبار ديال السكر، على الريجيم، على لاباغي اللي عندي، على شنو كندير شنو ما كنديرش، الا شي حاجه نسيت ما قلتها لكم، شنو نتوما عندكم عليها سؤال، خليوها لي في كومونتير نجاوبكم عليها. واللي عندها شي تجربه اكيد شاركها معنا في لي كومونتير. وخليتكم على خير، والله يشافي الجميع، والى فيديو